أنا أميرة، عندي 32 سنة. أهلي الحمد لله كويسين، مستواهم حلو قوي. اتجوزت عادل، كان نقطة ضعفي حبي ليه، ما كنتش شايفة غيره في الدنيا كلها. وبعد كل ده طلقني عشان جريت على أمي وهي تعبانة. وعشان تفهموا الحكاية من أولها تعالوا نحكيها. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد، وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة، ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حضري الأكل يا أميرة عشان أنا نازل أقعد مع صحابي شوية. حاضر يا عادل، نص ساعة والأكل يكون جاهز يا حبيبي. إيه ده؟ انتي لسه ما عملتيش الأكل؟ أمال قاعدة بتعملي إيه طول النهار؟ ما انت عارف يا عادل، سارة بنتك ما بتنيمنيش لا بالليل ولا بالنهار، ويا دوبك البنت لسه نايمة. أعمل إيه طيب؟ والله يا عايل انتي كمان بتردي عليا. انتي شكلك كده عايزة تتعلمي الأدب، وأنا بقى هعلمهولك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. انتي عايزة إيه؟ أنا مش قلتلك ما تتكلميش معايا تاني؟ حقك عليا يا حبيبي، ما تزعلش مني. ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ ايه يا اميره؟ بقالي ساعه مكلماكي عشان تنزلي تشوفي الحاجات اللي انا جبتها لساره. معلش يا طنط، اصل انا قعدت اكلم عادل على التليفون كتير عشان اقول له ان انا نازله حضرتك، بس ما بيردش عليا، فقلت انزل بقى عشان انتي ما تزعليش مني. ايه يا بنتي؟ ده انا حماتك، وبعدين انا ساكنه في الدور اللي تحتك، لازم تستأذني يعني من عادل؟ هعمل ايه بس يا طنط؟ ما حضرتك عارفه عادل وتحكماته. بس كده غلط يا بنتي. عادل ابني صحيح، وانا احب ان مراته تحبه، بس انتي ظالمه نفسك كده، وهو بيستقوى، وانا بقولك ان ده كده غلط، ودي كلمه حق. انا عارفه يا طنط ان عادل بيحبني، عشان كده بستحمله، ومش بحبه يزعل مني لحسن يدور على راحته بره. بصي يا حبيبتي، هقولك كلمه، الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. وانا عارفه ان عادل ابني بيحبك، بس هو كده، ابني ما بيطمن لحاجه خلاص ما بتفرقش معاه، ومش هو لوحده، معظم الرجاله كلها كده. حاولي تاخدي موقف معاه. طنط، انا نازله بسرعه، حد كلمني من تليفون ماما وقال لي اني اغمى عليها في الشارع. طب روحي يا بنتي بسرعه بسرعه وبطمنيني. اميره، يلا بقى، الحمد لله انت طمنتي على ماما. تعالي بقى نروح بيتك عشان نجيب حبه من هدومك وحبه من هدوم بنتك كمان. ليه؟ خير يا رامي، هو في ايه؟ هجيب هدومي ليه انا وبنتي؟ حصل حاجه؟ هو عادل كلمك؟ اصل انا من السرعه نسيت التليفون في البيت، بس انا قابلت طنط وقلت لها عشان تقول له. اه كلمني، كان متعصب قوي، وما ادانيش فرصه حتى احكي له او افهمه اي حاجه. ايه؟ ربنا يستر. طب هو قالك ايه يعني؟ هو اللي قالك ان انا اجي اخد هدومي انا وبنتي ولا ايه؟ ده انا يا دوب بكلمه وبقول له اهدى واديني فرصه ان انا احكي لك. قال لي انت يا اسمك ايه، اختك طالق، وهبعت لها ورقتها. هو في ايه؟ هو ماله جوزك ده؟ ايه؟ طلقني؟ مش معقول طبعا، انا مش مصدقه. اهدي بس يا اميره، تعالي دلوقتي نقوم ونروح بيتك ونجيب هدومك، ويمكن نقابله هناك وتبقى ساعه شيطان يا ستي ويرجعك. ما تزعليش يا اميره، ده ما يستاهلش. ازاي يغير كالون الشقه ويقفل تليفونه؟ ده ملوش امان يا بنتي، ده حتى امه واخوه الكبير ما قدروش عليه. ازاي يعمل كده؟ انا مش مصدقه. بس الظاهر ان حماتي كان فعلا عندها حق. بص بقى يا رامي، محدش يكلم عادل، ولو كلمك قوله ان احنا عايزين نخلص موضوع الطلاق ده في اقرب وقت. انتي متاكده؟ عشان بعد كده ما تندميش. ايوه طبعا متاكده، وهو ده اللي كان لازم يحصل من الاول. انا استحملته كتير. ايه يا اميره يا بنتي، انتي بجد فعلا موافقه على موضوع الطلاق ده؟ ايوه يا طنط، انتي فعلا كان عندك حق. انا كان لازم اخد موقف معاه من الاول، وادي النتيجه اللي احنا وصلنا لها في الاخر. انا معاكي يا اميره، خلاص، خليكي قاعده هنا عند اهلك لغايه ما هو يحس بغلطته ويجي ويتاسف ويصلحك ويرجعك يا بنتي. بس بلاش موضوع الطلاق ده يا بنتي، بلاش تخربي بيتك. استحملي شويه عشان خاطر بنتك، وديكي بتعلمي الادب.
أميرة، أرجوكي سامحيني. أنا معرفش أنا عملت كده إزاي. أما رجعت البيت وما لقيتكمش فيه أنا اتجننت. أنا آسف على كل حاجة عملتها. صدقيني أنا عمري ما هزعلك تاني. بص يا عادل، أنت ما قدرتش حبي ليك وفهمته واستغليته غلط وخلاص. أنا مبقاش عندي حاجة أقدمها لك، لأن أنت ما كنتش فاكر إن هيجي يوم أقولك كفاية. أنا تعبت يا عادل، ما بقيتش قادرة أكمل. أنا آسف يا أميرة، أرجوك اديني فرصة تانية عشان خاطر بنتنا. تفتكروا أي راجل زي عادل هيستاهل فرصة تانية؟ ويا ريت ما تستغلش حب حد بطريقة غلط عشان ما ترجعش تندم. الحب لازم يبقى فيه احترام، وزي ما تاخد زي ما تدي. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.